لو زهقتوا من الطرق التقليدية للفراخ عموما، تعالوا اقول لكم النهاردة على تتبيلة حلوة جدا للفراخ، بما ان احنا في رمضان دايما بنحب ننوع. والتتبيلة دي تنفع برضو جدا للديك الرومي، هتبقى حلوة جدا وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة. هنعمل النهاردة فراخ بتتبيلة الزبدة والبقدونس خطيرة. اول حاجة هنحتاج حوالي 100 جرام من الزبدة، وهننزل عليهم بشوية من البقدونس الفريش، وهنحط عليهم ملح والفلفل الاسود، فصين صغيرين من الثوم المفروم، وهننزل عليهم بعصير نص ليمونة وشوية من بشر البرتقال ونص معلقة صغيرة من الأوريجانو. بس كده. وبعد كده هنحشي بيها الفرخة بتاعتنا، ونحط التتبيلة تحت الجلد ونتأكد ان هي واصلة لكل جزء من الفرخة. ده مهم جدا. وطبعا اي تتبيلة بيفضل ان احنا نسيبها ليلة كاملة، او على الاقل نسيبها مش اقل من ساعة. وبعد كده هنجيب حوالي نص برتقانة ونحشي بيها الفرخة من جوه، او فصين 3 من البرتقانة عموما نقفل بيهم الفرخة، بيدولها طعم حلو جدا. وبنغطي الفرخة بتاعتنا بورق فايل، وبندخلها الفرن على درجة حرارة الأول 200، وبنسيبها حوالي نص ساعة، وبنشيل الفايل وبنبدأ ندهن الفرخة بتاعتنا بالزبدة بعد ما ساحت، وبنسيبها نص ساعة كمان. وبعد كده بتطلع لنا باللون الخطير اللي انتوا شايفينه ده. هي طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت خلطتها مش تقليدية ومختلفة، وننفع برضو نحشي بيها الديك رومي، ننفع نعملها في أي قطعية عموما. جربوها وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم جدا جدا. جربوها وألف هنا.